في خطوة غير مسبوقة، قررت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف حكم الساحة مونيز رويز وحكم الفيديو إجليسياس فيلانوفا بعد الأداء التحكيمي المثير للجدل خلال مباراة ريال مدريد وإسبانيول ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بخسارة الريال. وأثار اللقاء جدلا واسعا بسبب قرارات تحكيمية حاسمة، أبرزها عدم طرد كارلوس روميرو مسجل هدف الفوز لإسبانيول رغم تدخله العنيف على كيليان إمبابي، إضافة إلى إلغاء هدف فينيسيوس جونيور بدعوى ارتكاب خطأ على إمبابي رغم تعرضه لإعاقة واضحة من لاعب إسبانيول بول لوزانو داخل منطقة الجزاء. ووفقا لصحيفة اجتمعت اللجنة الفنية صباح الاثنين مع حكام الدرجتين الأولى والثانية، وأبدت استياءها الشديد من مستوى التحكيم في الجولة الأخيرة، ما أدى إلى إيقاف 12 حكما، من بينهم حكمي مباراة ريال مدريد وإسبانيول، حتى إشعار آخر.